أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. الله أكبر. كبر الله. الله أكبر. صراحة يعجب بكثير أن العلماء الذين كانوا هنا اليوم لم يكونوا يكبرون الله يعني عقبا قرأوا القرآن. أفنستحكر التكبير؟ نستهين بالتكبير؟ الله أكبر. ألسنا عالم يعني من هؤلاء الذين لم يكونوا يكبرون الله لنكبره مرة أخرى. جزاكم الله كل الخير. طيب خوفا من تضييع الوقت نذهب بكل سرعة إلى التعريف بالأعيان المدعوين، لكن مع ذلك أنا أوجز في التعريف، وإن شاء الله من بعد ربما نفعل ما نفعل، لكن بودنا أن نقتصد بالوقت خوفا من أن نضيع وقت فضيلة الدكتور حفظه الله ورعاه. تلبيته للنداء هذا صراحة يعني يشرفنا بكثير، مجرد وجوده معنا يعني شيئا مهما. الله نسأل أن يجزى لكم المثوبة بقدرة الله. أنا أبدأ، وكيف أبدأ ومن أين أبدأ حتى لا أؤلف كتابا في هذا الموضوع فيكون كيف أبدأ أين أبدأ وأسمي. اتركوني بكل سرعة أذهب إلى الوسط، والإسلام يدعو إلى الوسطية. طبعا اليمين من اليمين يبدأ، وأحيانا إذا كنت هكذا ثم أدرت نفسي يعني يميني هذا الأستاذ عريس يقول باليمين لكنه مضيف، والمضيف لا يرحب بكثير. إذا أنا أذهب بكل سرعة إلى التعريف بسماحة الأستاذ الدكتور. ترون شيخنا وهو جالس هكذا صراحة غيروا نياتكم واعلموا أنكم مع عبقري عملاق وأستاذ كبير. إذا دار دور الخطابة باللغة العربية أدركتموه أستاذا، وإذا دار دور الكتابة شعرا ونثرا أدركناه أستاذا، وهكذا جينا معه مرافقين لفضيلته طلابا ليس أساتذة كما يعلمنا الجميع. جينا مع أستاذنا الشيخ الفاضل الأستاذ فضيلة الشيخ لقمان. أنا قلت الشيخ لأن العديد ربما يظنون ويريدون منا نركز الكلمة على الأستاذية فحسب، لا، هو شيخ يتحرك مثل تحرككم.